السلام عليكم. معكم محمد أجرود. مقال بعنوان كيفاش التوتر كيأثر على الجسم ديالك. نبداو على بركة الله. كلنا كنحسو بالتوتر شي وقت ولا أغلب الأوقات. نقدروا نتوتروا حيت باغيين العطلة، أو حيت عارفين، أو حيت ما عارفينش ما نطيبوا، ولا إنا هدية نشريو، ولا حتى التعامل مع الناس اللي قراب ليك. الأغلبية فينا عارفين باللي من الأعراض ديال التوتر صداع الراس وعدم النوم، انفعالات أو تهيج سريع وتقلصات عضلية. ولكن كاين كتر من هاد الشيء اللي كتكون تأثيرات خارجية. فمثلا كيف ما بان في دراسات عام 2012 فواش عارفين باللي علميا كاين رابط بين التوتر وحب الشباب. التوتر كيخلق التهابات اللي تقدر دير فيك تقابي صغار ما كيكونوش بين قوسين ما كيكونوش مؤذيين، إغلاق القوس كيرجعوا حمرين أو كتزيد كمية القيح، عزكم الله حشاكم. وهكذا كيتكونوا الحبوب. هاد الالتهابات تقدر ترجعك أيضا سريع التأثر بالزكام مثلا أو بأمراض أخرى. التوتر المستمر كيقدر يسبب شي مشاكل في دماغك. الكورتيزول اللي كيتسمى التوتر يقدر يسبب في ضعف القدرة على تذكر الذكريات قصيرة المدى. هرمون في دراسة سنة 1998 في مجلة لقات باللي من بعد ما عرضوا واحد الجرانة لصعقة كهربائية نسات على كيفاش تدوز في المتاهة. ودراسة أخرى باللي الناس اللي كيمروا من بزاف ديال الحوايج خايبين بطريقة متتالية كتكون عندهم المادة الرمادية بكمية أقل من غيرهم في القشرة الجبهية، أي القدام ديال دماغك. فهي مسؤولة على التحكم في الذات، المشاعر وغير ذلك. زيد على هاد الشيء كل هرمونات التوتر اللي كيكون الجسم ديالك كيكونوا على حساب كل الهرمونات الجنسية المهمة، بحال التستوستيرون، الاستروجين، وحتى الهرمونات المسؤولة على إنتاج الحيوانات المنوية والتبويض. نقدروا نلخصوا التأثيرات ديال التوتر على الجسم ديالك في ضغط طويل الرأس، مسميات يعني طبية، العنق والكتاف، ويقدر يسبب صداع الراس والشقيقة. الجهاز العصبي الودي بين قوسين مسؤول على سرعة دقات القلب، رفع ضغط الدم، إغلاق القوس. كمية الأدرينالين والكورتيزول اللي بجوجهم مسؤولين على التوتر كتزيد. هادشي كيقدر يسبب في تزايد سرعة دقات القلب، مشاكل في الهضم، صعوبة في التنفس، والتنفس السريع يقدر يسبب في نوبات الذعر. في الوقت ديال التوتر بزاف كيبدا يطيح شعر الراس. أما بالنسبة للتوتر اللي كيكون لمدة طويلة كيخلي تأثيرات أخطر، بحال الأرق، ارتفاع ضغط الدم، احتمال أكبر يوقع نوبات وسكتات قلبية. سلمني الله وسلمكم، الله يسلم الجميع. هادشي علاش خاصنا ضروري نلقاو كيفاش نتعاملوا مع التوتر بحكمة، وكذلك بحكم أن في حياتنا اليومية ديما غنلقاو أشياء كتوتر. ومن أبسط الطرق اللي تقدر تكون فعالة هي يعني لعلاج التوتر مثلا سمع للموسيقى الهادئة، تأمل، كذلك قراءة القرآن فهو يساعد على الاسترخاء وفيه أجر عظيم، والكثير من الأشياء. وكل ماكلة صحية وضحك. الضحك كيكون الأندورفين، هذا الأخير اللي كيحسن المزاج وكيخفض
كيخفض مستوى التوتر وتفادي شرب القهوة بحكم فيها بزاف ديال الكافيين اللي غير كتزيد من نسبة التوتر. الرياضة حتى هي من أحسن الطرق للعلاج. ماشي ضروري تدير بزاف، تقدر مثلا تمشى 20 حتى 30 دقيقة، ودير تسخينات. هاد الحركات كيخليو الدم ديالك يتحرك، وبالتالي كيتفرز الاندورفين، بالاضافه الى ان المزاج ديالك غيتحسن. وما تنساش تعرف اكثر واكثر على التوتر من خلال تقرا وتبحث والحلول ديالو باش تقدر تتعامل معاه. كان معكم محمد أجرود، دمتم بخير، السلام عليكم.